سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق، لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، انا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعماله من الصبح اجاوبك على اسئله ملهاش اي معنى بالنسبه لي. اظن لحد كده بقى كفايه قوي، ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك فانت حر، لكن لحد حياتي الشخصيه فمتهيألي ان دي من حقي انا لوحدي. ولا اعتبر نفسي في تحقيق؟ لا، مين قال انه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشه. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لا ده المكان ولا الوقت المناسب لحاجه زي دي. وانا بعتذر لك للمره الثانيه، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متاكده ان سليم مش هيكلمني. في حاجه تانية؟ اشوف البيت. بس ده مش قانوني. على فكره في حاجات كتير قانونيه انا ممكن اعملها، بس للاسف هتأذيكي. انا بعمل ده لمصلحتك. اطلع اطلع. متهيألي كفايه لحد كده، حضرتك فتشت البيت كله. هو فاضل حاجه واحده بس وبعدين همشي خالص، ان احنا نشوف الجنينه. بس انا ملاحظ ان عربيتك راكنه بره. ما انا مش دايما بركنها جوه، لما بكون هصحى بدري زي بكره الصبح كده بسيبها بره. وبعدين يعني ما كنتش اعرف ان حضرتك ناوي تشرفني النهارده وتضيع من وقتي ساعه، وانا ما بصدق اوفر دقيقتين انام فيهم. الشاعر بيقول: وما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. تشوف الجنينة؟ طب اقعدين يا باشا بقى، ما كنا خلينا في السجن بكرامتنا بدل المرمطه السودا دي. المره اللي فاتت نطينا في زباله وربنا كان معانا ونجد، انما المره دي هتقول لي نط في البحر الغميق ده ما بعرفش اعوم. متهيألي كده ما بقاش فاضل حاجه تانية يا صلاح بيه. ده صحيح، بس أنا قلت لك من الأول إن إحنا كنا بنطمن على سلامتك بس مش أكتر. واطمنت؟ الحمد لله. وآسف إني سهرتك زيادة عن اللزوم. ممكن بس أسأل حضرتك سؤال قبل ما تمشي؟ اتفضلي. هو أنت ليه مش شاكك ولو 1% إن سليم ممكن يكون بريء؟ ليه مستسلم لفكرة إن هو شيطان وخلاص؟ مش يمكن تكون غلطان؟ ما أظنش. ليه؟ ما بتغلطش أبدا؟ ولا ما تعودتش إنك تقف وتفكر إنك غلطان؟ أنا ضابط مباحث، وسليم مجرم وهربان، وشغلتي إن أنا أقبض عليه بس. حتى لو شايف إنه ممكن يكون مظلوم؟ شغلتي كانت مظلوم ومش مظلوم دي شغلانة النيابة والمحكمة اللي هم نفسهم شايفين إنه مش مظلوم. بس سليم بريء فعلا. ده من وجهة نظرك، بدافع شخصي. وحتى لو بريء، طب ما يسلم نفسه، المحكمة تقرر براءته. لكن طول ما هو هربان أنا هفضل وراه لحد ما أقبض عليه وأرميه بنفسي في السجن. أنا آسف إني أزعجتك وسهرتك زيادة عن اللزوم. يلا تصبح على خير. أنت من أهله. بالعكس. يا سليم، أنا خايفة عليك قوي. خايفة من ايه بس؟ ما تخافيش، بعدين هيحصل ايه اوحش من اللي احنا فيه يعني؟ ما خلص اللي حصل حصل. لا، في أوحش، ممكن يتقبض عليك وممكن حد بعد الشر يحاول يأذيك. ايه ده؟ انت خايفة عليا بجد؟
هو انت عندك شك؟ طب وخايفه ليه؟ ما لو حصل لي حاجه تخلصي مني ومن قرفي. تصدق ان انت غلسه؟ عارف يا سليم، انا مش عايزاك تمشي ليه؟ علشان طول ما انت بعيد عني هبقى خايفه عليك، لكن وانت جنبي هبقى مطمنه، لاني واثقه ومتاكده ان مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يخاف عليك ولا يحميك قدي. هتفضلي طول عمرك تعامليني كأني عيل صغير. ايوه، علشان من زمان وانا بحس ان انا امك التانيه اللي لازم تخلي بالها عليك وتحميك حتى من نفسك. وحياتي عندك يا سليم، اوعدني ان انت تخلي بالك من نفسك. حاضر. وبطل الجراءة بقى والجنان بتاعك اللي انت متعود عليه ده. حاضر. وتكلمني اول باول، على طول تطمني عليك، ما تتأخرش عليا. يا ستي حاضر. ممكن بقى انا اقول لك حاجه؟ انا عمري ما ندمت في حياتي على حاجه قد ما ندمت ان احنا سيبنا بعض. لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي واحده زيك. وايه كمان؟ بس كده. ايه اللي بس كده دي؟ انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك، بس انت شايف الظروف اللي احنا فيها. يمكن لو كنا في ظروف تانية كنت ممكن اقدر اقوله لك. ان شاء الله هتخرج منها بخير، وساعتها مش هديك فرصه ما تقولش اللي انت عايز تقوله، هتقوله غصب عنك. لان مفيش حد يقدر يخليني اعمل حاجه غصب عني غيرك. بس انت سبتني زمان يا سليم. برضه انت اللي خليتني اسيبك غصب عني. بس خلاص، انا عمري ما اسيبك ولا هبعد عنك تاني ابدا. الكلام خلص المره اللي فاتت واتشد عليه بلاستر يا زميلتي. جرى ايه يالا؟ انا سبتك المره اللي فاتت وقلت ده كلام سطر، لما يفوق اكلمه ارجع الاقيك بتهري نفس الهري. مش حماده تايسون اللي يهري اي هري ويقول اي كلام. يا جدع بطل غشوميه. امال فلوس ايه اللي عايزها من لطفي ابو المجد؟ وبعدين الراجل ماله من الحوار اصلا؟ الظابط اتغشى مع الواد مات في ايده، قلنا نلبسها له بالاصول. الكلام ده تروح تقوله لعيل صغير. انا حقي يابا في الليله دي هيجيني لحسن واللي خلق الخلقه زعلك انت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني ادم. قدامك 3 ايام، لا قدامك يومين يا زناتي، ويجيني نص مليون جنيه، يا الا والله العظيم 3 هطلع مصلحتي بمعرفتي وانت مش عارف. هنجيب فلوس منين بس يا تايسون؟ يبقى انتوا يابا مش ناويين تدفعوا. عموما اهل الظابط موجودين، واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. يا جدع انت عبيط، هتروح تشهد على نفسك انك شهدت زور؟ طب دي جنايه. لا يا اسطى، لا يا عم الحلو، هروح اقول لهم انكم اجبرتوني على الشهاده دي زي ما اجبرتوه، واديني اتعلمتها منكم يا اسطى. بالسلامه يا عم زناتي يا عم الحلو. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتشتغلوني يا ولاد الهرمه؟ يا حاج اسمعني بقى. بلا حاج بلا سبت. ايه؟ انا قاعد على تل فلوس هغرف واديكوا؟ وانا مالي بس يا عم الحاج؟ مالك ايه؟ مش انت اللي ملبسنا في المصيبه السوداء دي؟ ليه يا حاج لا مؤاخذه؟ هو انا اللي كنت سايب العربيه سكران وخبطت البت الغلبانه سويتها بالاسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده. ابني غلط ما قلناش حاجه، وبدفع لك عشان نلم الموضوع. انما ابن سناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصنيش يا حبيبي، ده شغلك انت. ليه يا حاج وانا ابن سناء كنت اعرفه منين لا مؤاخذه عشان اذيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك؟ وانا اللي قلت لك اقتله؟ ولا انا اللي قلت لك دخل معانا الديلر المعفن بتاعك ده؟ يا اخي منك لله، بقى الواد ده اللي كان بيخاف يعدي في الشارع طول ما انا واقف فيه تخليه يجرأ عليا بالشكل ده؟ منك لله. وحد الله كده بس يا عم الحاج، خلينا نعرف نفكر، احنا كلنا في مركب واحده. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، احنا مش في مركب واحده. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهاده تايسون كان عشان ينقذ رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. كلام ايه ده يا حاج؟ اللي انت سامعه يا اخويا. وانا كنت اعرف منه هيطمع بالشكل ده يا عم الحاج؟ انا قلت انه هيستكفى انه يجيب مناخير ظابط الارض وخلاص وتخلص قضيته على كده. برضه ما يخصنيش. طب الفلوس اللي هو عايزها يا حاج؟
ادفع له اخويا من جيبك، انا مالي، انت اللي شبكته معاه. ادفع له منين بس يا حاج؟ ده عايز نص مليون جنيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو. انت طلعتوا لي منين؟ صلي على النبي كده بس يا عم الحاج وخلينا نعرف نفكر. الواد ده لو قال عقله واتكلم كلنا هنروح في 60 داهيه. انت بتهددني يا دول ليه؟ والله ما القصد يا عم الحاج ولا بهددك ولا اي حاجه، حاشا لله. بس الواد ده لو فتح بقه واتكلم وقال عقله كلنا هنروح في 60 داهيه ومستخبي هيبان. يعني انا وانت وتامر وحماد بيه والمتر نشأت هنروح في 60 داهيه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم على بيت اليوم اللي انا شفتكم فيه. يا بني ادم افهم، انت طالب مليون جنيه والجاموسه ده طالب نص مليون جنيه، اجيب لكم منين؟ ربنا يجعله عامر يا عم الحاج. عامر ايه؟ عامر ايه؟ ولا ما يعرفش يقول عدس؟ وبعدين اضمن منين انا ان الواد ده بعد ما اديله الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطلب فلوس تاني؟ في دي عندك حق يا حاج. عمري قلت اعدي عليك واقول لك اللي بيحصل اول باول، ومن هنا لبكره خلينا نقلبها في دماغنا ونتقابل انا وانت وحماد بيه والمتر نشأت ونشوف هنعمل ايه. وبالمره لما مؤاخذه كده تشوف لي قرشين لاحسن القرشين اللي اداهم للمتر نشأت خلصوا. قرشين؟ وميزانيتي، وميزانيتي مش من هنا. قوم يلا قوم. طب بالاذن انا يا عم الحاج. تهيأ في تلامتك. فضلت سعادتك ورا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ياخد باله خالص لحد ما دخل بيته، خدت بعضه وجيت على هنا على طول. طب زي الفل، يعني عرفت بيته، من بكره بقى استلمه وهو نازل من البيت. تمام سعادتك. معلش يا حوده، انا عارف ان انا معطلك عن شغلك، بس يعني كلها 3 4 ايام كده الدنيا تظبط. انا خدامك يا سليم بيه. اللي صحيح يا اسطى حوده، مفيش اخبار عن حسن الضبع. بصراحة أبو خليل مفيش جديد، بس أنا عندي خبر ألماظ ليك بصراحة. يعني أنا اتقصت في المنطقة عندك من بعيد لبعيد كده، وعرفت يعني إن مراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل. حتى أشرف خطيب أختك يعني كان واخد أجازة من الجيش ورجع بالسلامة. الله يطمن قلبك يا اسطى حوده. الحمد لله إن أشرف خد أجازة عشان يبقى معاهم ما يبقوش لوحدهم. الواد ده أصله ابن حلال قوي وطيب والله يا اسطى حوده، واد راجل. ما تقلقش، وقلت لك برضه انت هتروح تطمن عليهم بنفسك. وتايسون اخباره ايه؟ هو ده الموضوع يا سليم بيه. قول لي. أنا عرفت إن تايسون واقع مع الأمين زناتي بقالهم كام يوم. أصل سعادتك يعني الأمين زناتي بيروح لتايسون في الغرزة اللي بيحشش فيها. ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده إن هم اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا على ايه؟ سعادتك محدش يعرف أصل الحكاية، بس اللي أنا أقدر أقوله لك يعني إن تايسون بعد ما وصل الأمين زناتي بره رجع قعد مع نفس الناس دول وهلفت بالكلام وجاب سيرة الأمين زناتي وسعادتك في الموضوع. جاب سيرتي أنا؟ سعادتك يعني بيقول زناتي مين ده اللي انا عامل له حساب؟ اذا كان الظابط اللي بيرقص زناتي انا مسففه التراب ومخليه. كمل كمل ما تخافش. مسففه التراب يعني وملبسه طرحه وخليته يهرب زي العيال في الحاره بصراحه. انا ملبسني طرحه. حلو الكلام ده. ايه اللي حلو في الكلام ده يعني يا سليم بيه؟ ايه اللي حلو ان عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان انفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك، بس دي تتعمل ازاي يعني؟ مشغلش انت دماغك، خليك انت ورا صلاح، ولما اعرف هعمل ايه هقول له. جرى يا جماعه ما تصلوا بينا على النبي، انتوا هتخلوا حته عيل زي ده يوقع بينا ولا ايه؟ قول لهم والنبي يا متر. انت كمان اللي كان تتكلم؟ مش ده جلبك ابو الاخص؟ لطفي عنده حق يا متر. الموضوع كده هيبهوأ مننا ومش هنعرف ننام. جرى يا حماد بيه، هو في حاجه في مصر ما بتتلمش؟ ده انت سيدي اللي عارفين. بس برضه لازم نلم الموضوع بدري بدري. قلت يا زناتي اللي تشوفه يا متر، وانا من امبارح مش ساكت عمال ادور لها على حل. بعد ما دورت عملت ايه يا برم؟ محلوله يا حاج، بس لا مؤاخذه هتصرف شويه. لا انت بتحلم، انا مش هصرف اكتر من كده. ومين جاب سيرت اكتر من كده بس يا حاج؟ انت مش تصرف ولا مليم زياده. انا لا مؤاخذه متفق على مليون جنيه، وصلني 100,000. كملهم لي نص، والنص التاني لما اجيب لك الخبر اللي يطمن قلبك. ويعني هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ سكه ابو زيد كلها مسالك يا باشا، وانا عايز زي تايسون ده اعرف اسكته ازاي. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. تمام يا حوده، وقف مراقبه صلاح الطوخ، انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ ايه يا هيك؟ ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك. انا في مشوار لازم اعمله، المشوار مش سهل، محتاجكوا فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، احنا معاك في اي حاجه. رقبت يا سليم بيه، بس لا مؤاخذه سعادتك يعني المشوار ده فين؟
وديني الغرزه اللي بيقعد فيها حماده تايسون. فين مكان عودة؟ الدكانة التانية سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ واحنا نعرفين ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. طيب سعادتك هو لازم ان يجي لوحده بيقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه، وبعدين الصبيان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا استحوذ، احنا مش ناقصين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين بس يا عم نعملها. انت بقى بس عايزين نلحق ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. يا نهار اسود ومنيل ب 60 نيله، يا نهار اسود. انا لله وانا اليه راجعون، الواد مات. ما لحقناهوش. باشا عشان خاطر لازم نمشي من هنا، الحوار كله هوا. يلا استنى يا حوده. لا حول ولا قوه الا بالله. سيب باشا عشان خاطري بقول لك اصبر يا حوده. العيال على الجاي دلوقتي، ممكن حد من الصبيان دلوقتي لو فتح الباب هنروح في 60 دقايق. انا لله وانا اليه راجعون. يا باشا عشان خاطري بقول لك يا سليم باشا عشان خاطري. اصبر يا حوده. طب نمشي من هنا دلوقتي. الباشا فهمني كويس، حد من الصبيان ممكن. عيب على دقنك. اثبت هنا. هذا حوده. يلا حوده. انت متاكد ان سليم الانصاري هو اللي عمل كده؟ يا باشا. اهدى وركز بس، ولا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد؟ لا يا باشا، انا عارف شكله من ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش، عشان انت لو كذبت عليا انا هأذيك. احكي لك. لا 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 مؤاخذة يا سليم بيه، له مؤاخذة يعني في الكلمة دي، الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. وانا عارف انه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. وعشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا، وانت حوده هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو اتاخرت يبقى الحكايه عكت فوق دماغي، ساعتها تتكل على الله. يعني انا مش هسيبك؟ يعني تمشي وتسيبني. احنا كده يا طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضيه، والقضيه كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل اي جديد شاركني وبقى كلمني. طبعا يا باشا، تحت امرك. قول لي يا طارق، هو سليم خدم معاك قبل كده؟ طبعا يا باشا، انا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وايه رايك فيه؟ والله يا باشا انا اتغشيت فيه زي ناس كتير. انا بصراحه ما توقعتش ابدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، نشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بادله وبس. جدع بقى. سامع يا وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. يلا سلام عليكم. ملوش لازمه باللي تفكر فيه. انت عايز 3 4 خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجه وتشد اجزاء.
واكيد مش هسيبك تعمل كده واتفرج عليك. لو كنت متخيل ان هسيبك تدخل بيتي وتخرج منه عادي يا سليم. الموت عندي اهون من ان حاجه زي دي تحصل لي. اعتبره حصل. اعتبره حصل عشان ما نندمش احنا الاتنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته. كونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح، ده هتدفع ثمنه غالي قوي، زي ما هتدفع ثمن كل جرايمك اللي انت عملتها. انا يمكن جرأت اني دخلت بيتك، بس انت ما سبتليش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها.